اهوت. بصوا يا جدعان الرنجه متنضفه ما فيهاش قطعه شوك خالص. بصوا لا ما شاء الله حلو اهو. بصوا ده بطريق طبعا من عشاق البطريق انا. بصوا مفيش نقطه زيت طالعه بره ولا ميه بقى مدهنينه وكده اهو. لا ملح. بصوا مفيش ملح انها دلعه بس حلوه يعني. الدلعه حلوه تقولي كده. يعني لو انت عندك مرض الضغط اللي هو بيعلى تاكلي عندهم وانت مطمنه. بسم الله. لا بجد روعه. مساء الخير، ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه؟ لو اول مره تشوفيني يا اختي ما تنسيش تحطوا لايكات، عاوزين لايكات بالهبل. لو بتحبوا ام زياد كده حطوا لنا لايك وادعي لي ربنا يكمل لي حمل على خير واقوم بالسلامه ويرزق كل مشتاق يا رب ويرزقك انت كمان يا قلبي باجمل بيبي كده اهوت. الفيديو بتاعنا عباره عن ايه؟ بتوحم يا اختي بتوحم. بقالي يومين نفسي اكل فسيخ ورنجه، يومين بصوا هتجنن اكل فسيخ ورنجه. فسالت واحده صاحبتي دلتني على محل، تعالوا معانا. بصوا بقى بلبس الجوانتي عشان اعيش. تعالوا بقى بينا. اسم المحل ابن حميدو، اوكي. بيبيع رنجه فسيخ سردين ملوحه، اوكي. المحل ده خبره بقاله 35 سنه، يعني 35 سنه يعني خبره ما فيه الكفايه. يعني هاكل منه دلوقتي وانا حامل وانا مطمنه ولسه في شهرين، يعني لو في حاجه يعني غلط مش هاكل من عنده، اوكي. ارقام التليفون طبعا هسيبها لكم على الشاشه، يعني محمد هيكتبها لكم على الشاشه، اوكي. ابن حميدو رنجه فسيخ سردين ايه ملوحه. المحل محل الحاج عبد الله. تروحوا تقولوا احنا من طرف ام زياد. السلام عليكم، احنا جايين تبع ام زياد، عاوزين العرض. عاملين لكم عروض كتيره قوي 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 وخصومات جامده جدا جدا، وهيزود لكم بقى الليمون البصل وكل حاجه اختي. بس قولوا ام زياد وهبه، اوكي. تعالوا بينا بقى نشوف جوده الحاجات دي. على فكره انا اول مره اكل من عندهم، بس دوت يعني خبره، يعني 35 سنه يا جدعان، يعني قبل ما اتولد. هنفتح بقى معاكم. بصوا اول حاجه التغليف الصراحه روعه. بصوا وكمان عندهم دليفري، يعني انت تطلبي وانت قاعده في بيتك كده، قاعده منتخه اختي تمسكي التليفون تتصلي هيجيلك لحد باب البيت. بصوا التغليف جميل جدا. ده ايه يا جدعان؟ نفتح ونشوف. بسم الله. حاسه فسيخ، انا بموت بعشق حاجه اسمها فسيخ. بصوا هنفتح بالراحه. بسم الله. لا يا جدعان والله التغليف روعه يعني. بصوا يعني يا جماعه، بصوا مفيش نقطه زيت طالعه بره ولا ميه بقى مدهنينه وكده اهو. لا يا جدعان انا بتوحم، فانا لازم افتح بسرعه. الطلب ده ايه؟ عاملين مفاجاه. شفتوا بعد الهمرجله ده كله طلع ليمون ما شاء الله. لا شكله جميل. بصوا يا محمد، لا جامده. انا ما عنديش ليمون الصراحه. ده يبقى ايه ده؟ رنجه. بصوا كاتبين ازاي رنجه عشان انت بتفتحي تبقي ايه مطمنه. بسم الله ما شاء الله. بصوا مفيش احسن من كده. بصوا رنجه، بصوا ولا في نقطه ميه ولا زيت ولا الكلام ده، لا ما شاء الله. ليمون فلفل الوان، بصوا ما شاء الله. لا جامد. طبعا هنفتح. اتفضلوا معانا. اللايك يا اختي، لا تنسي اللايك اهوت. بصوا يا جدعان الرنجه متنضفه ما فيهاش قطعه شوك خالص. بصوا لا ما شاء الله حلو اهو. بصوا ده بطريق طبعا من عشاق البطريق انا. بصراحه يا جدعان التغليف روعه بجد. لا حلو يعني بجد جميل. بسم الله ما شاء الله. يعني تروحوا تجيبوا من عندكم كده من عندهم وقلبكم جامد كده وداخلين بكل يوم. بصوا انا هدوق طبعا عشان انا حامل، فانا مش هاكل كميات، فاهمين؟ هدوق برضه عشان خوفا على البيبي. بسم الله. لا بجد روعه. ملح. بصوا مفيش ملح انها دلعه بس حلوه، يعني الدلعه حلوه تقولي كده. يعني لو انت عندك مرض الضغط اللي هو بيعلى تاكلي من عندهم وانت مطمنه، ما تخافيش تاكلي من عندهم وانت مطمنه. فانا هحط برضه طبعا انتوا عارفين رنجه يعني ليمون. انا ماما بحب الرنجه والفسيخ. بصوا كده اهو الليمون. بسم الله. بصل. لا والله العظيم جامده. لو انت ضغطك عالي تاكلي من عندهم وانت مطمنه. دلعه جدا جدا جدا، يعني انا حامل واكل من عندهم وانا مطمنه. طبعا هنقفل الرنجه جميله. لا هتدوق البطيخ ما دقتوش، لازم ادي رايي كل قوه يا جدعان. لا جميل. مش مالح. مش مالح، لا حلو يعني. حلو مش مالح اللي انت تتعبي منه. جميل. طبعا يا جدعان انا باكل بايدي عادي عشان زيكم زيي، بس عشان التصوير لابسه جوانتي عشان فاهمين بقى يعني كده اهو تصوير. عشان طعمها جديده. ايوه سجاير لابسه طعم جديد محل قد. بسم الله. ده ايه بقى؟ الفسيخ. الواحد لما بيجي يفتح الحاجات زي كده يا جدعان تحس انه يعني بياكل حاجه ايه بقى؟ كباب كفته. بس انا ده عندي احسن من كباب كفته، تحس ان قلبه بيزقطط كده من جوه. بفتح الكيس. لا مغلفينه كويس. طبعا اهل السعوديه متابعينا دوت سمك حاجات يعني مملحه.
متخلله يعني مستويه عشان ما تجوش تقول تاكلوا اكل نايف. بصوا التغليف ده سردين. سردين. بسم الله. معرفش اسميهم. ده ملوحة. ملوحه. طبعا هندوق ده وهندوق ده وهنقول لكم بسم الله. اللايك يا اختي تحلفك بالله تحط لنا لايكات كتير. ديت احنا قلنا ملوحه صح؟ ده سردين. احنا قلنا ده ايه؟ سردين. طب انت افتحي معايا يا بنت. الشكل جامد اصلا يفتح ليه. شكله جامد يا جدعان. احنا قلنا يا ماما سردين. يلا بس اخد لهم عشان ادوق. بابا الشيخ شربين. افتحي دوت انت ده. ايوه لا لازم ادي اقيم. دي ملوحة. بصوا هي لومه بس لا جميل والله العظيم مالح روعه. دي طبعا الليمون بقى وظبطوا الدنيا. لا جامد. انتوا عشان انا حامل يا جدعان فانا بدوق من كل حاجه لقمه. يا جماعه انا بدأ احط الحاجات دي. وعشان برضه عشان خاطر البيبي مش عشان خاطر يعني عشان خاطر البيبي. هما دي ملوحة قلنا ها؟ بس ما نفتحها نحط هنا. دي لعب ولا حاجه؟ لا جامده قوي. لا جامده قوي اقسم بالله ريحه روعه والله العظيم ريحه روعه. هي ملوحة يا جامده. ماما. ايوه لا جامده يا جدعان. الملوحه دي جامده. جامده اخر حاجه. نفتح بقى اللي بعده. نقطع بقى كده اهو. نقطع بايدنا. المحل يا جدعان اسمه ابن حميدو في البساتين. نكتب لكم الارقام بتاعته لو عاوزين تطلبوا على طول. والكارت اهوت. الشيخ مفتاح السوق القديم البساتين. ده بقى البصل. لا اغسلي واحده بس اغسلي واحده. كل سنه طلع لك واحده عارفه طلعي. لا يا ماما. طبعا الحاجات دي بصل اخضر. انا غيرت الجوانش. نيجي بقى على التقيل يعني بصوا التقيل بتاعنا الفسيخ. مكتوب فسيخ صح كده؟ نيجي بقى على التقيل كله يعني بصوا كله كده يقعد على جنب بقى كده اهوت. وادعوا لي ما اضعفش قدامه وانسى في العلبه وانا قاعده وانا واقفه. يا نهاري يا جدعان يا جدعان انا حامل يا جدعان. لا مش هضعف. شايفين الريحه؟ اسكتي الريحه جامده بجد. جسمي بيكشعر. افتحوا بسرعه بقى يا جدعان. مش عارفه. اوعى ناخد حته. هاتي لقمه. ده ما بيتاكلش بحتت. ده بيتاكل بلقمه. عشان ما لا عشان الواد ما يطلعلوش فسيخايه. اجيبها منين؟ ايه دي يا جدعان؟ ايه ده؟ دي فسيخه؟ دوقيها ولا متاكلين؟ بصوا محمد بيصور وهيتجنن. ناخد حته معاها. بصوا يا هو الريحه جامده. خدي بقى بسم الله. بسم الله. ايه بابا؟ جامد. ودي افترسها بس بلاش عشان تاخد بس حته فلفل الوان ومش مالح. دلع يعني انتوا برضه لو مريت الضغط تاكلوا من عندهم انتوا من تمام. جامد يا جدعان. انا هشيله لما اولد باذن الله. بعيد عنه. نفتح بقى الكيس دوت مش عارفين في ايه. احنا بنفتح واحنا لا ندري لا نعرف. ممكن سمك بقى. لا ممكن جايب لنا صينيه بسبوسه باش نحرك. تقريبا مش كاتبين ليه بقى. لا احنا هنتفاجئ. اوبا اسمها ايه دي؟ سيبها لنا يا جدعان. مع سمك صغير. انا اعرف ده صغير مش عارفه اسمه بسارية ولا ايه. فانتوا قولوا لنا ملوحه ولا اسمه ايه؟ نحس بحلم ملوحة. بسارية. متهيألي وهو ني اسمه بسارية. ما اعرفش بعد ما يستوي اسمه ايه. المهم يعني انا عارفه ده بيتاكل زي ما هو بشوكه. بصي يا بنتي هات لقمه. يا ماما. يعني ده تاكليه زي ما هو كده ما تنضفيش. تاخدي حته كده اهوت. طبعا هم حاطين ليمون فالليمون بيسقسق يعني فاهمين كده اهوت. تاخدي كده اهوت بس انا خايفه يكون مالح. بسم الله. مش مالح. حلو جميل. بص بشوكه. دوقيها كده بشوكها بحالها اهي. مش شايفه ادوق تاني عن بطني. جامد. لا جامد. ده عمال ادوق. محمد يا جماعه بتطبقوا ورا الكاميرا. يا جدعان لا. نفتح ده بقى ونشوف ايه. يا رب يكون مكتوب عليه. طبوط. لا يا جدعان مش الدرجات. اهم حاجه التغليف بتاعهم والله روعه يعني. بصوا التغليف. ده عشان انا اوبا الحاج رنجه يا جدعان. دي رنجه مش نضافه ودي رنجه مقفوله. يعني في بتنضف هنا؟
هي دي ده كان هو ده. دقتيها؟ لا ده فسيخ يا ماما. اه جايب لكم رنجه متنضفه ورنجه مش متنضفه. اول حاجه احنا كلنا رنجه، دي بقى اللي هي مش متنضفه. طبعا احنا هناخد قطعه صغيره عشان ما يعني نفتحهاش كلها. المقص ده نضيف، ها مش مقص يعني، ده بتاع الاكل. بسم الله. لا الحته حلوه، بحب اشم الحاجات دي. شوف هندوق بس حته، اشوف دلعه ولا ملح عشان لو حد مريض ضغط. بسم الله. لا جميله، مش ملح خالص اهو. لو في ملح هتلاقي وشه اتقلب وعملت الكلام ده. جامده جدا يا جدعان. اهم حاجه في الحاجات دي تاكليها وانت واثقه من محل نضيف، وتكون ملحه خفيف عشان ما تعبيش ضغطك يعلى عليكي. حلوه ملحها خفيف. ده اخر كيس معانا، هنشوف ايه يا ترى. طبعا احنا التغليفات دي يا جدعان شايلينها لان ديت احنا هناكل الحاجات دي. الحاجات ما شاء الله كتيره، هناكل انا وعيالي وجوزي، وكمان يعني في ناس جايه لنا فهناكل كلنا يعني. مش الحاجات مش هاكلها انا ممكن اكل هو نص رغيف وخلاص على كده يعني. هقفل واكل هو بتاع نص رغيف وخلاص، عشان برضو الحاجات دي برضو لو انت حامل زي حالاتي ما تكتريش. انا كنت باكلها فلولي برضو بس برضو نخلي بالنا. ده ايه طبعا؟ ده فسيخ بس مش متنضف. قولي بجد جايبه فسيخ متنضف وفسيخ مش متنضف. بصوا طبعا مش هنضف ده كله عشان ما يترميش مني حرام. فانا كده كده دقت الفسيخ اللي هو متنضف، فانا هاخد بس قطعه من ده نشوف برضو طعمه ايه. حتى انا مش هفتحه فتحه شكل جامده. الفسيخ اهو. الفسيخ ده الفسيخ بتاعنا. شكله حلو. ان شاء الله. الفسيخه صورني يا ولد. بصوا يا جدعان الفسيخه انا عاوزه اجيبها مش بمقص. خد يا ماما. انا عاوزه ادوق بس اشوف بس طعمها ايه، عشان لو دلعه ولا حاجه نقول للناس برضه، ندي راينا بكل امان. بصوا هجيب سكينه مش عارفه انضفها باي حته، بس هما شايلين لك الصدف اللي فوق. بس انا عاوزه ادوق برضه عشان اقول لكم رايي ايه. بس بتصوري يا ماما. اقول لكم رايي يعني السكينه تقع. هاخد قطعه صغيره بس. انا ممكن انضفها كلها بس ممكن تترمي حرام، فانا هدوق بس واقول لكم رايي. بصوا زبده يا جدعان، زبده واحمر ازاي. زبده واحمر. جامد قوي يا جدعان، جامد قوي يا جدعان. محمد عم يفتح بقه. حته صغيره بس على الطرف. جامد قوي يا جدعان. فكرني بشم النسيم. لا، حلو. النسيم. جامد قوي بس خلاص يا ماشي وشم النسيم. خايفه عشان البيبي يا جدعان برضو، وده في العلم اللي هو دلع مش حادق، بس خايفه عشان البيبي برضو. فالمحل يا جدعان روعه، اتمنى تجربوه. وانت رايحه تاخدي من عندهم تقول انت جايبه طرف ام زياد وهبه، اوكي؟ تقول خش كده على المحل طرف ام زياد وهبه. السلام عليكم، زي ما قلت لكم اسم المحل. السلام عليكم يا حاج عبد الله، احنا جيت تبع ام زياد وهبه، او في كمان في ناس منك يعني اتعاملي يعني قلت تبع ام زياد وهبه. عاوزه العروض، عاوزه العرض تبع ام زياد وهبه، هيدوكي بقى عرض، يعملوا لكم خصومات، هيديكي بقى ليمون زياده، بصل زياده، هيزود لك في الرنجه، هيزود لك في نظافتها كده اهو. اتمنى يعجبكم ودي اعمل كتير معاكم، بس برضو قلقانه يا جدعان. اتمنى تجربوه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. اللي مجربه قبل كده يكتب رايه. كل البيانات بتاعت المحل تظهر لكم على الشاشه، محمد هيكتبها لكم. واتمنى ان الفيديو يعجبكم، وسيبوني بقى عشان اقعد اكل براحتي. وكان معاكم ام زياد وهبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.